ناس كتير بتسأل عن شقق بالتقسيط جوه كومباوندات القاهرة الجديدة. أنا دلوقتي في قلب كومباوند بلوم فيلدز، أول مشروع لشركة تطوير مصر في قلب مدينة المستقبل سيتي. في الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة بتخص المشروع، من خدمات، مواصفات، مداخل، جراج، الشقق، وكذلك الأسعار. واللي مش عارفني، أنا حمزة حجازي، خبرتي أكتر من 6 سنين في سوق العقار المصري. بلوم فيلدز على مساحة 415 فدان، متقسمة لأربع مراحل. المرحلة الأولى اللي احنا فيها دلوقتي كلها عماير بس. المرحلة الجاية فيها عماير وفيلات. العماير هنا دور أرضي زائد 6 أدوار، تصميم مميز وألوان هادية، تشطيب الواجهات بدهانات خاصة مش أكريليك. في أحجام مختلفة من العماير، عندنا عماير صغيرة بتكون 4 شقق في الدور، متوسطة وكبيرة بنتكلم من 8 ل 12 شقة في الدور. بالنسبة للمداخل، في أنواع مختلفة للمداخل، مداخل صغيرة وكبيرة. المداخل الكبيرة معمولة للسيرفيس أبارتمنت، ارتفاعها من 6 ل 7 متر، رخام فاخر، إضاءة مودرن، والأسانسيرات ألماني. بالنسبة للجراج، كبير ومفتوح تحت العماير، شبكة المداخل منظمة. أنا حاليا في مرحلة كلاسترز، فيها خدمات فوق العماير، كلاب هاوس، جيم، حمام سباحة، قاعات اجتماعات، ملاعب بدل. في كوبري بيوصل بين العماير عشان توصل للخدمات بسهولة. بالنسبة للتشطيب، في نوعين من التشطيب، مودرن وكلاسيك. وغير ان احنا عندنا في شقق متشطبة وفي نص تشطيب او بدون تشطيب على حسب احتياجك. بالنسبة للشقق المودرن، مطبخ، امريكان كيتشن، سيراميك، تشطيب مميز. بالنسبة للشقق الكلاسيك، نفس الجودة لكن بستايل هادي شويه. بلوم فيلدز في شمال مدينه المستقبل، قريب من مدينتي. على اليمين كومباوند لاميرادا، وعلى الشمال روسيل سيتي. بالنسبه للاسعار وانواع الوحدات، ممكن اعرض عليكم كده يعني بعض الوحدات من الغرفتين للثلاثه. يعني في شقه ارض 120 متر عامله 9 مليون 800، 155 متر دور متكرر بنتكلم في 11 مليون 500. عندنا 180 متر متكرر تشطيب كامل عامله 12 مليون ونص. بالنسبه للدوبلكسات، بتكون متشطبه بالكامل، بتبدا معانا من 19 مليون لحد 27 مليون على حسب المساحة والفيو. لو محتار تختار ايه جوه كومباوند بلوم فيلز، محتاج تعرف العيوب قبل المميزات، احنا معاك. تواصل معانا على الواتساب من اللينك اللي تحت في الوصف، وهنتواصل معاك بإذن الله.